السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي الروحانية ام جانا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي، الكشف العاطفي او الرسالة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الشكورة لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. دخولك على الفيديو يا صاحب الرسالة مش صدفة، في حاجة حابة ان هي توصلك. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه اللي المفروض ان انت تسمعه، لان خلي بالك انت طالما جيت هنا ودخلت على الفيديو ده يبقى في حاجة مهمة قوي لازم ان انت تعرفها وتسمعها بإذن الرحمن. تعالوا كده ونشوف طاقتكم، طاقة الحبيب وطاقة الطرف الثالث، ونشوف كده الرسالة المبعوثة لك من عقل الحبيب اللاواعي جاي بيقول لك فيها ايه. حبايبي، الشخص ده محتاج لكم، الشخص ده عايزكم، الشخص ده يعني احتمال كبير قوي ان هو يجيلك ويجيلك بسرعة بسرعة رهيبة كمان. الشخص ده عينه عليك، عينه ما بتفرقكش، رايح جاي بيراقبك، بيحاول انه يفهم انت ناوي تعمل معاه ايه. يعني هو عنده حالة من الرعب، عنده حالة من الخوف، عنده حالة من كمان، خلي بالكم التعطيل. الشخص ده متعطل، الشخص ده نفسه قوي يفهم انت هترسى على ايه. مرعوب من فكرة ان انت زعلان منه، مرعوب جدا. بصوا الشخص ده عنده رعب ان انت زعلان وان انت حزين، وبيقعد يسأل نفسه طب لامتى؟ لامتى هيفضل هو زعلان مني؟ لامتى هيفضل هو متضايق مني او حاسس بقهر؟ انتوا حاسين بقهر، على فكرة انتوا حاسين بتعب نفسي جامد قوي، انتوا مش مرتاحين، انتوا متضايقين، بس انتوا لؤمة مش راضيين تبينوا له. يعني انتوا مرضتوش تبينوا له على فكرة احساسكم ده، وبرافو عليكم. لان هو كمان يعني عامل نفسه تقيل، هو كمان عامل نفسه انه حويط وتقيل. وبعدين الشخص ده ياما وراكم، الشخص ده ياما وراكم على فكرة، ياما وراكم مهازل، وياما تعبكم نفسيا، وياما اذاكم نفسيا، وانتوا صبرتوا وتحملتوا. ده انتوا كنتوا بتبكوا بالدمعة وما زلتوا بتعيطوا على فكرة. يعني الطاقة بتقول هنا ان انتوا ما زلتوا بتبكوا، ما زلتوا بتعيطوا، وندمتوا على عشرته السوداء. الشخص ده واضح جدا ان انت اتقريفت في سببه، او عذبك وضايقك وجرحك كمان. الطرف الثالث هنا بعمل لكم كده عندي القطه بتاعتي لما تيجي توقع حاجه تقعد تعمل لها كده، فانا بعمل لكم الطرف الثالث هنا ناوياله على نيه سودة. بصوا قاعده ومرقداله، اللي هو قاعده تبص له كده من بعيد، شبه الثعلب كده، شبه الديابه، وبتبص له من بعيد وبتشوف ناوي يعمل ايه وهيتصرف معاك يعمل ايه، وهي هتفاجئه بقى بالايه، بالألم اللي ينزل على دماغه. لان الشخصيه دي مش سهله، شخصيه الطرف الثالث مش سهله ومش سالكه الاتنين. انت بتتعامل مع شخصيه لا هي سهله ولا هي سالكه، وبخته اسود الحبيب ويستاهل. يعني فعلا وقع في شر اعماله مع واحده جحده، مع واحده بيحاول ان هو على فكره بيقول لها انا حاولت اصلح فيكي كتير وما عرفتش. بيقول لها انت شخصيه، بيقول لها كده، بيقول لها انت شخصيه نرجسيه اسم الله. يعني على اساس يعني انك انت اللي كنت شخصيه سويه قوي، ما انت برضو مريض نفسي. ده يعني الطيور على اشكالها تقع. فهو شايف نفسه انه هو مش غلطان، هو شايف نفسه انه ما بيغلطش على فكره. شوفوا انتوا التلاتة اهو، انت او انتي والطرف الثالث وحبيب. فالشخص ده بيتعذب من غيرك، بيراقبك وشاكك فيكي قوي، شاكك فيكي قوي لدرجة انه هيتجن وعايز يعرف نهاية المشوار ده ايه.
او نهاية الموضوع ده ايه؟ الشخص ده مرعوب، مرعوب من الفكرة انك انت ممكن تكوني بتعرفي حد غيره، وعمال يقول ايه؟ عمال يقول انا كنت سايبها، بيقول كده، بيقول انا كنت سايبها حزينة عليا وندمانة، ازاي قدرت تنساني؟ هو عمال يقول كده، بيقول ازاي قدرت تنساني، ازاي قدرت تتخطاني. مش قادر يصدق ولا قادر يستوعب ان انت ممكن تكوني بدأتي تتشافي منه او بدأتي تسيبيه. مش بقولك ده شخص مريض زيها زي الطرف التالت، بيصرخ، ده بيصرخ بحبك، الشخص ده بيصرخ من شدة حبك، الشخص ده بيراقبك جامد قوي. بصي طاقة مراقبته، هو ده، هو ده مستخبي لك يا حبيبتي، مستخبي لك. بصي انتي احيانا بتبقي مشغولة، احيانا تبقي قاعدة كده ساكتة ما بتعمليش اي حاجة خالص، قاعدة ما بتعمليش حاجة، فجأة تلاقيه جه في ذهنك كده، جه في بالك، هو بقى في اللحظة دي بيراقبك يا حلوة، في اللحظة دي هو بيراقبك، في اللحظة دي هو بيفكر فيكي. فخلي بالك، خلي بالك لأن هو مش سهل. وبعدين يا حبيبة قلبي انت عملتي ايه؟ صدمتيه صدمة عمره هنا. الشخص ده انت صدمتيه حرفيا، صدمتيه صدمة عمره. الشخص ده انت تعبتيه نفسيا او اذيتيه نفسيا. يستاهل والله، والله يستاهل بجد، لانك انت خليتيه، بصي انت هزتي له ثقته في نفسه بحركة انت عملتيها او بموقف عملتيه، هزتي له ثقته في نفسه. وعلى فكرة هو متغاظ منك قوي، متغاظ منك جدا جدا يعني. وبعدين ايه؟ يقوم راجع قاعد كده وعامل نفسه فيها تقيل، ويقول لها هي مفكراني ايه؟ على فكرة ده انا كويس قوي ان انا بتكرم عليها كده واحسسها ان انا بحبها، دي زمانها هتموت من غيري. وبعدين حبة هوب الحالة ترجع، ويقعد يقول ايه؟ طب ما يمكن تكون نسيتني، معقولة تكون نسيتني، شكلها نسيتني كده، شكلها مش، أنا مش في حساباتها أو أنا مش في دماغها، معقولة؟ يعني هو نفسه مش عارف يقرر انت عملتي ايه او انت عايزة ايه. فده شخص بالنسبة له انت بقيتي غامضة، شخص بقيتي بالنسبة له حاجة غريبة، هو نفسه مرعوب ان انت ممكن تكوني نسيتيه، انت لفلفتيه حوالين نفسه، انت جننتيه حرفيا. ويستاهل، يستاهل، ده يستاهل ألعن من كده ويستاهل أكتر من كده، يستاهل. واللي تقعد تقول لي لا ما أصل أنا بحبه مش عارف إيه، يا حبيبتي نسيتي عمل معاكي إيه؟ نسيتي الشخص ده عمل معاكي إيه ولا فكرك؟ فاهمة ولا فكرك؟ طيب في النهاية بقى هو لسه بيقولك، أو عايز يقولك أنا متمسك بيكي، على فكرة أنا لسه متمسك بيكي ولسه عايزك. يعني نهاية الرسالة بيقولك كده، بيقولك أنا لسه متمسك بيكي. واللي هو بيقوله ده يعني هو بيقولك انا لسه متمسك بيكي، بس انا حاسه انه عنده شويه لقم، يعني متمسك بيكي بس متغاظ منك. شوفي نظرته وانت تعرفي انا متمسك بيكي بس متغاظ منك، متغاظ منك انك لففتيني، متغاظ منك ان انت شككتيني في نفسي وشككتيني فيكي. انتي برافو عليكي، خليتيه يفقد الثقه في نفسه، برافو، برافو بجد. حبايب قلبي بكده قراءة النهاردة أو رسالة العاطفية تكون انتهت. انتظروني بكرة بإذن الله. كانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.